في خطوة فريدة من نوعها رفع الأذان في ملعب ستامفورد بريدج معقل نادي تشيلسي اللندني، كما حضر مئات المسلمين الإفطار. الأمر لاقى استحسانا لدى الكثيرين، جاء ذلك تزامنا مع قرار لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ويقضي بتسهيل إفطار اللاعبين المسلمين الصائمين في شهر رمضان أثناء المباريات المتزامنة مع أذان المغرب. إلا أن الحال لدى الجارة فرنسا على النقيض تماما، فقد نهى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الحكام، نهاهم عن إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان. وجاء في رسالة الاتحاد إنه تم لفت انتباه الاتحاد لظاهرة توقف المباريات بعد الإفطار في رمضان، والتي لا تتوافق هذه الانقطاعات مع أحكام قوانين الاتحاد الفيدرالي لكرة القدم. في ذات السياق قال رئيس اللجنة الاتحادية للحكام في الاتحاد إريك بورغيني إن الفكرة هي أن هناك وقتا لكل شيء، وقت لممارسة الرياضة ووقت لممارسة المرء لدينه. قرار عنصري، هكذا اعتبر كثيرون على السوشيال ميديا قرار. أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه لن يسمح بفترات راحة خلال المباريات المسائية لكي يتمكن اللاعبون المسلمون من الإفطار خلال شهر رمضان، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة 31 مارس. وفي بريد إلكتروني أشارت اللجنة الفيدرالية للحكام التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى أنه نظراً لمبدأ حياد كرة القدم في فضاءات التدريب، فلن يتم قبول هذه الوقفات للإفطار، في حين أن مسؤولي كرة القدم الإنجليزية قرروا هذه السنة تمكين للاعبين المسلمين من فترات استراحة للإفطار. وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن انقطاع المباريات من أجل الإفطار في رمضان لا يتوافق مع نظام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وأوضح أن الاتحاد وهيئاته اللامركزية بصفتهما هيئات مسؤولة عن مهمة الخدمة العامة المفوضة من الدولة يدافعان عن القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية، ويجب عليهما تفعيل الوسائل لمنع أي تمييز أو انتهاك لكرامة أي شخص، وعلى وجه الخصوص بسبب معتقداته السياسية والدينية.